العيد فرخه ماء ماء ولا مش ماء؟ ماء طبعا. هو ايه اللي جاب فرخه للماء وبتاع؟ في واحد بيقول لك كلهم طيور، المعزه بقت طيور. ماشي. العيد بقى يا حاج فوكس حيث يتبدل دخان الكفته والشوي اللي في الدنيا على راي عبدول ويطلع مكان السحب من المخدرات. صاحب دخان ازرق عادات السر. عارف اللي هو صايم زي كل سنه، لا نفس الفكره بقى. رايق زي كل سنه. خربان زي كل سنه. وتتبدل وتلاقي الشباب يا جدعان. طب انتوا المفروض يعني لو كنت عملتوا كده في رمضان فعلا، ان انتوا صليتوا وصمتوا وعملتوا، ليه تضيعها في اخر يوم بالسهوله دي؟ تروح تيجي يطلع واللي عايز يروح فين مش عارف ايه بيروح بيسكر ويقوم واقف. اللي هو اخر يوم رمضان راح يسكر. اخر يوم رمضان راح يبهدل الدنيا فيه وراح يخربها وراح مش عارف يا صاحبي ده انا جاي لي مش عارف ايه ومش عارف ايه وبتاع، واللي يرتكب كل المعاصي المتاحه، كل حاجه اي معصيه متاحه كانه هو اللي كان الشيطان، هو اللي كان متسلسل، هو اللي كان شخصيه متسلسل. فراح بقى انا هرتكب كل المعاصي اللي في الدنيا في اليوم ده. كل حاجه بيعملها افرض مت اللي خارج من رمضان وراح تعمل كل حاجه وحشه بقى مره واحده. كانت معاك بيعملوا كوكتيلات كائنات بتعمل كوكتيلات في بلاوي. ويقعد يرجع طول الليل يشرب. لك انا بقالي شهر طب بكمل بقى. يقعد يرجع طول الليل، يرجع في كل حته واي حته، والمنظر ما يبقاش حلو. طبعا لما يبتدي بقى انت مثلا ممكن تكون قعدتوا مع اصحابكم فاتسطرت، مع ان في ناس تانية نزلت محلات كشري وقعدت تصوت، وناس تانية قعدت ترجع في الشارع، وناس تانية يا نهار ازرق قعدت طلعت رجليها من العربيه وبدلت. فالمنظر ما يبقاش حلو قوي. انت بتعمل كده ليه اصلا؟ بعيدا عن رمضان بقى وبعيدا عن كل حاجه، انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل في نفسك كده ليه؟ بتوصل نفسك لهذه المرحله ليه؟ وليه كل حاجه؟ ليه الميكس ابن الكلب ده؟ ليه اوفر؟ ليه فجاه بقت كده؟ طبعا انا شفت واحد بيستحمى، دخل استحمى بهدومه. الساعه 4 اول يوم العيد، الساعه 4 العصر، الناس بتروح فين يا وديت الناس فين يا سعيد؟ بيتبخروا. مفيش كلاب ولا قطط في الشارع. ده مش حكايه بني ادمين بقى، ده مفيش حتى الكلاب والقطط مش موجوده في الشارع، اختفوا. الناس دي كلها طبعا راح الساحل وراح اسكندريه وراح الجونه واللي راح مش عارف فين واللي راح مش عارف فين، اتغدى وكلوا انتخ او اتغدى وكلوا انتخ لان مفيش فلوس يروح في حته. خلاص بقى الحالتين موجودين. ما في الحالتين موجودين. واحد نايم في البيت بقى مرنخ عامل زي الفسيخه كده وتلاقي بطنه منفوخه من الكحك والبسكوت، والتانيين بقى في الطريق الى الساحل، الى الخروج. محمد رمضان هو راكب الموتوسيكل في طريق الى الساحل. عين موتوسيكلات عين الاشباح بتاعت الموتوسيكلات عين الاشباح دول يا نهار والله لاكل كشري والله لاكل كشري عين. الناس في العيد بقى كل واحد يقول لك ده احنا طالعين سفريه معينه وانا رايح فين وانا مش عارف رايح فين وانا مش عارف رايح فين واحنا قاعدين على القهوه. هي نفس القهوه. انا غيرت، انا كنت قاعد على الترابيزه اللي هناك دي المره اللي فاتت غير مكان على الترابيزه دي. هو بقى المشكله لما بتيجي في الحاجات اللي هي فيها مناسبات بتبقى التفكير بتاع الاغلبيه كلنا يلا نسافر، فبتلاقي كل الاماكن زحمه. فهي كل اماكن زحمه، فدي المشكله بقى اللي هو كله يسافر نفس الوقت. طب هو كله هيبقى زحمه. طب انا اروح والعيد فرخه العيد فرخه. فتلاقي شويه عيال صغيره نفس الموضوع اللي اتحرق بتاع كل سنه، اللي هو يشوفوا رامز جلال عمل ايه ويشوفوا فيهروا شعرهم كحلهم، ينزلوا يجيبوا مكن ويبقى فيه هجوم على محلات الكشري. ما هو دي يا فارس. اسبقوا يلا هاكل كشري قبلنا، يجروا بالموتوسيكلات ايه؟ مكن توين ما فيهاش فانوس من قدام، مكنه ما فيهاش فانوس من قدام توين، ويقعد يخمس بيها ويرقص مع بيها حصان ويجري على محل الكشري يسبق يلحق ياكل اول قطفه من الكشري. عادات العيد. انا فاكر يا بير في مره في العيد والجناين يا جدعان، في الناس بتحتل الجناين انا ما عنديش مشكله، يعني الناس تحتل الجناين بس ما تاكلوش النجيله. بتاكلوها ليه؟ دي ما تتاكلش. دي مش دي اللي بيقعد وهو قاعد مريح يروح جاي ناتش ويخش يستحمى في النافوره واللي يلاقي حته حديد يقعد يمصمص فيها ويكسروا الحاجه. بيكسروا الحاجه تكسير يا حبيبي.
هو انت بتفرح ولا انت اهبل ولا انت بتعمل ايه؟ بتكسر ايه انت يا حمار يا ابني بيكسروا حمار. الشارع. يبقى الحكومه لسه عامله مثلا الكورنيش جديد وينزلوا ياكلوه عندنا وقفوها بقى، قال لك اقفل. ويسيبوا كميه زباله ايوه فوق ما تتخيل، زباله تكفي المكان ده يعني، عشان الراجل يا والفكرة عيني دي- عشان الراجل يا عيني الغلبان يجي يشيلها أيوة. يقعد فيها اسبوعين ثلاثه أسبوعين يشيل في تلاتة. القرف اللي انتوا عملتوه ده. هو انت المشكله ما الشخص بقى انت مش هتحافظ، هتضطر الجهه الثانيه يقول لك لا طب انا اقفلها بقى، اقفلها ورايح ويكسر دماغي. الحاجه ويكسروا العمدان، بيكسروا عمدان عملت كويس، عملت لك ايه وحش؟ تكسر الرخام اللي على الترابزين في الشارع ولا اي حاجه في الشارع. اشباه بني ادمين. دي اشباه بني ادمين، دي مش بني ادمين فاهم. يكسروا كل حاجه ويبوظوا كل حاجه وبتاع. افرح انبسط انبسط يا حبيبي بس بالراحه مش بالعبط ده. انا نفسي اعرف ليه بيكسرها، يعني هو كسرها ليه؟ او كسر حاجه ليه او ضربت معاه؟ لسه في المصريين اي حاجه مواصلات مثلا جديده، انا ليه ما امسكش الموس واقعد اقطع في ظهر الكرسي اللي قدامي ده فاهم. هو بتاعي مش حاسس اي حاجه جديده بعد كده اللي هو مش حاسس ان هو دافع ثمن الحاجه دي، مم. مع ان هو دافع ثمن الحاجه دي. وحاجتك يا دي حاجتك اصلا، انت بتكسرها دي حاجتك اصلا. اطفال بقى اللي بيعملوا الكلام ده اللي اهاليهم سايبينهم طلقينهم مع الناس الشارع يلا يجروا بقى ويا شباب انطلاق يلا، وحاجه في منتهى القرف. روح بوظ في الكوكب. برضه حاجات برضه ما بتعجبنيش في اول يوم العيد مم. اللي ليه؟ هو مولد المقطوع ندره او زياره يعني؟ المقطوع ندره. فجأة تلاقي مكان معين ازدحم بكمية بني ادمين تفوق الاستيعاب الطبيعي ليه، تبقى ماشي بجنبك عشان تعرف تتحرك في شوارع كبيرة. فجأة زحمة. الشيخ المقطوع ندره تلاقي ان كلها راح المكان ده. هي دي قبلة المسلمين. اللي في ايه يا جدعان عيب بقى؟ وتلاقيهم وعمالين يحشروا في بعض وبتاع وسهرين طول الليل في المكان ده وقاعدين بيشربوا مخدرات برضه يعني ميتين المخدرات. هو ده اللي السهرة. ليه مولد الشيخ المقطوع ندره ده؟ مش عارف هو بيحبوا طبعا في ناس عاداتها اتغيرت، بقت يسيبوا الحته يعني مثلا ايه، انت قاعد هنا فتسيب الحته دي للغزاة اللي هيجوا ياكلوها كمان شويه وتروح حته ثانيه. روح حته ثانيه لا، لان الغزاة هيجوا ياكلوها. بس الغزاة دول برضه بقوا بكميه غريبه. كميات كل منطقه بيروح هو ليه الزحام ده؟ ما هو اللي احنا بنزيد يا باشا، ما فيش اماكن. لا بس افوره يعني. ومين اللي قاعد في بيته؟ طب ما انتوا محدش بقى في البيوت تتسرق كده. مفيش ما تقعدوا في البيوت، ما تقعدوا في البيوت عشان تتسرق. انتوا كلكم سايبينها ونازلين الشارع. هو في ما هي فتره، هو الشهر دوت بالاربع ايام بتوع العيد، هم دول الفتره دي كلها بتخش. يجي الاسبوع بتاع العيد ده ومحدش بقى ينام في العيد ولازم كله يطبق. ولازم يفطر. انا ثانيه واحده يفطر فته عيد الفطر. بتفطروا كبده الصبح ليه؟ برضه من العادات والتقاليد ان هو لازم يفطر اول ما العيد كبده وكشري كبده وكشري. عشان الكشري في شهر ما كلناش كشري فلازم ناكل كشري. منطقيا الموضوع سهل. افطر كبده دي في عيد العطش. افطر كبده في العيد ده الصغير على فكره العيدين عادي بيفطر كبده. ليه؟ عادات وتقاليد. على فكره السعوديه على طول بتفطر كبده طول ايام السنه، واحنا في السعوديين عندهم الفطار كبده طول السنه بجد في طول السنه. نيه ولا عادي؟ لا كبده مستويه، مش زي العوض يعني. لا كبده مستويه بيفطروا كده على الصبح كده فطرك كبده. زي طبعا الجيزه بيفطروا كبده جملي الصبح برضه. تلاقي المحل اللي بيفتح 5 الصبح عشان تروح تاكل كبده جملي على الصبح. عادي. فطار عادات بتخبط. عادات بتخبط عليك بتقول لك افتح الباب يا ابني. انا عادات يا ابني. عادات تفضل موجوده وبتتوارث من جيل لجيل وتفضل مكمله. هل حاجات زي كده في ايه الحاجه اللي ممكن تلغيها من عاداتك مستقبليا انت؟ ممكن نكته. قول يا وليه افتحي الباب انا مش طايل. امال انت مين؟ انا طايل جوزك. يا انت طايل جوزي مد ايدك في الشراع وافتح الباب. مش طايل. امال انت مين؟ يا وليه انا طايل جوزك بس مش طايل الباب. حاج طايل الله يمسيه بالخير انت والمدام. مش طايل. نرجع لموضوع العادات. ايه العاده اللي ممكن تلغيها لو انت قدرت تلغي حاجه؟ لا كان زمان بقى العيد بقى نرجع العيد زمان. وانا كنت طفل كده كنت بروح اجيب مسدس خرز واقعد انشف في عين الناس. ايوه ماشيه خد دي في رجلك في جيزك. ايه ليه؟ ايوه من ضمن الاذيه يعني. ده ما رميتش بلح على كامل على السطح على دماغ الناس وهو بتمشي في الشارع؟ ما عملتش حاجه. لا ما رميتش بلح، رميت بومب
عادي يعني. البومب ده عادي وصواريخ ده كتير. الصواريخ كتير يعني. الصواريخ عموما منتشره في رمضان كله. انت ممكن حوار المسدس ده كنت بتنشر على الناس من بيت ولا في الشارع قصدي ولا كان بفوق؟ لازم، لا كنا لازم نروح البلد والاطفال بتاعتك كلهم يروحوا يشتروا مسدسات خلاص ومشغلين الحرب. ويا سلام لو راجل لو حد معدي في النص تك مين فين بقى يبقى مش عمال يتنطط كده الارض السخنه. ايه دخلك ارض السخنه الارض السخنه؟ انت ايه دخلك ارض المعركه؟ انت ليه دخلت دلوقتي؟ يبقى ماشي الارض خرز خرز بيلسع. الخرز زمان. لا وفي البندقيه بقى الكبيره، في مسدسات صغيره، في البندقيه الكبيره دي بتلاقيها جبت الحاجات دي كلها وكلتها. انا باكل بلاستيك ضمن البلاستيك. جبت الحاجات دي كلها وكلتها. طب ايه الحاجه بقى نرجع والعيديه في العيد. العيديه طبعا زمان كانت الناس بتدي عيديه. دلوقتي ما اعتقدش ان يبقى في عيديه اصلا. احنا ما بقيناش ناخد. اعتمد على نفسك يا كلب. لا دلوقتي انت مطالب تدي عيديه. مطالب عشان احنا كبرنا في السن، انما لا انا بتكلم على عيديات زمان كانت في ارقام في العيديه. دلوقتي ما اعتقدش ان هيبقى متاح هذه الارقام. بالنسبه لزمان كانت ارقام، دلوقتي انت هتدي الطفل ضربه مرتبه. زمان كنت باخد 200 جنيه. وزمان كام سنه؟ ما هو زمان في صورك انت من 10 سنين 10 سنين لا اكتر من كده 17 سنه مثلا يعني. كنت باخد 100 جنيه و200 جنيه يعني 100 مرتين او 200. كنت باخد الارقام دي. حلو. ما دي جت ارقام عاليه يا حبيبي. دلوقتي ما هو دلوقتي هديك هديه 1000 جنيه بتاخد 3000 جنيه هديه يا الله يلم يا اسطى. ما خلاص ما 200 جنيه مالهاش لازمه بالنسبه له كعديه. ايوه فياخد بقى يلم عيديه 4000 5000 جنيه. ده قاعد على بنك كده يعمل ثروه. ده قاعد على بنك. احنا نستلف منه الفلوس دي عشان نجيب بقى ضاع. هحوشهم لك انا. الامهات لازم تحوشهم لك. هحوشهم لك. الامهات لازم تحوشهم لك وتفك لك ال 100 ب 10. خد دي كبيره حلوه. هي تفك لك ب 10 عشان انت اصل انت طفل اهون. تاخدها تجيب بقى بومب وصواريخ وليله. هتروح تجيب بومب وصواريخ ولوليتا وشيبسي. فوق ما كان اكبر فتره مبيعات للشيبسي ايوه في العيد وكلام والسناكس دي في العيد. العيال كلها بتجري. ايام البلد زمان كان الشيبسي عائلي زي المناسبات بس. الشيبسي عائلي ده تروح تجيبه في العيد. غير كده انت بتجيب شيبسي ابو جنيه عادي. ايوه ليه شيبسي عائلي هتروح الشيبسي عائلي كان ساعتها ب 5 جنيه حاجه زي كده او اصغر من 5 مش فاكر. كان الشيبسي بجنيه ساعتها بينه. كان الشيبسي الصغير بنص جنيه والكبير ب 3 جنيه حاجه زي كده. ده شيبسي عائلي. فتروح تجيب الكيس الكبير ده انت في العيد بقى. روح هات لك كيس من الكبير وتروح مش عارف قهوه تروح تصرف فلوسك على النسوان والمخدرات يا كلب. يا طفل يا كلب. طفل بيروح يجيب شيبسي وتصرفها وتروح تجيب حاجات مالهاش لازمه وترميها وتروح تجيب حاجات وتكسرها. خليهم معايا احوشهم لك. وتروح تجيب بلالين ومش عارف ايه بلالين. انا هعرف ما حب الاطفال للبلالين. وانا كنت بحب البلالين بتاعتي قوي كده ليه؟ انا كنت هقتل واحده قريبتنا عشان بالونه. هقتلها. لا مش الدرجات دي يعني. قسما بالله جريت وراها بالنايف. طب هي بالسكينه. طب هي فرقعتها مثلا دي ولا خدتها بالون؟ انت تفرقعي البالون انا ليه؟ اشمعنى ما فرقعيش بلالينهم هم؟ وانتم رحت جريت المطبخ ويا عم فرقعوا البالونه بتاعتي. هقتله واجري وراه بالسكينه. هقتله عشان البالونه بتاعتي. هل بالونتك دي هذا الحب؟ هل كانت مميزه البالونه دي في الدرجات دي؟ هذا الحب لحته بلاستيك وهوا. طب هل كان فيها رز مثلا؟ كانت غنيه؟ لا ما كانش والله. لا تصدق كان فيها رز. كان فيها رز ايوه. تصدق كان فيها شويه رز عشان تقعد تشخشخ. ايوه حاجه كده في منتهى السخافه. ده صداع. احنا كنا عيال رخمه. انك انت بتعمل بالونه والله دي رخمه حاجه. لا البالونه بتاعتي تقطع البالونه بتاعتي يا نهار. انت عارف ان انت جيت على موته مثلا. والله انتوا مش تجيب من هنا حياه. ازاي تاخد البالونه بتاعتي؟ فرقع لي البالونه. والاعياد بقى لما تطورت لما انت كبرت بقيت ممكن تروح تسافر تقعد في حته. بقيت تروح تعمل كذا. بقيت تروح تعمل بس كذا. المشكله ما بحبش السفر في المناسبات عشان بتبقى زحمه. بتبقى زحمه قوي يعني. برضه ما بقى ما تسافرش. هتعمل ايه؟ هتروح تجيب حاجات تشويها تقعد. ده ماشي. حد وتقعد تشوي
بس ده بيبقى يوم، مش كل يوم برضه، ما انت هتمل برضه. لا يوجد في هذا الاشياء متعه يعني زي ما ما فيش انت فاهم يعني. لا، ايه ما المتعه في ان انا، ما برضه انت هتسافر ولا هتعمل زحمه وقرف ومش عارف ايه، تعمل كذا زحمه وقرف، فتستسلم للامر الواقع. يلا شوف تنزل على القهوه. حسين حسين بس حسين يا عمي، في مره قعدنا واقفه كلها في القهوه من الساعه، لا ثانيه بقى، ومن قعده القهوه برضو انت هتسهر لغايه الصبح، تقعد تسهر لغايه الصبح مع العيال على القهوه. ايه الفكره في الموضوع؟ وبعد كده تركب العربيه تلف بقى في مولد الشيخ الايه الموضوع ده، تقعد تلف مع الناس في وسط الزحام كده، العربيات ما بتتحركش غير بالتدافع. ايوه، انت في انت في مقام او في حاجه سير مجريك ماشيين شغاله مهرجانات وبومب العيد. ايوه وشويه نسوان نازلين يتحركوا، شويه بنات نازلين عشان الناس تتحرش بيهم، وشويه موتوسيكلات، وتلاقي الشاب الروش الجميل ضرب شعره فسفوري. لا الشاب اللي ضرب شعره فسفوري ده الاشباه الصغيره بتوع الراس. الشاب الروش الجميل يقوم ضرب لك جلابيه. جلابيه يعني هو كده خارج من صلاه العيد الشاب الروش الجميل يقوم ضرب لك الجلابيه الجميله، وينزل في الشارع يرفع الجلابيه بقى في بقه كده، يمسكها في بقه، وده شاب. أيوة. انت كده شاب روش. يا لهوي. ايوه لازم. فدي الشباب الروشه الفاشخ اللي تعمل الكلام، بينزلوا العيد جوه المهرجانات في بيسموها انا بنزل عيد. اصل هو بالنسبه له صلاه العيد، وان انا انزل، ما بفهمك اهو، لو هو نزل صلى العيد ونزل في الساعتين الصبح بتوع اول يوم العيد دول، هو بالنسبه له كده حضر عيد. ده معنى كلمه حضور عيد. انا اثبتت حضور العيد ده بالجلابيه البيضاء صلاه العيد، هو ده اثبات الحضور بالنسبه له. وبرضه في العيد الشارع بعد كده ينام الاربع ايام عادي. بينتشر ظاهره طبعا ما اعرفش ليه منتشره في المنطقه الثانيه ولا فين، يعني الحصنه موجوده، عيال تأجر حصنه وتقعد تجري على الطريق. صلاح الدين الايوبي بعثه من جديد بلا هدف. صلاح الدين الايوبي هو ايوبي فعلا، صلاح الدين الايوبي بعثه من جديد، ويمشي بالحصان. اخر مره شفت حد عمل كده، الحصان سابه وجري، وهو وقع بدماغه على المطب، اوبا نزل دم وما بيتحركش. ما اعرفش بقى الاسعاف عملت فيه ايه، يعني هم خدوه، بس ايه اللي حصل الله اعلم. طب ليه لا ولازم كده. طب وتركب العجل وتركب الحصان ومش عارف ايه، وتقع من على الحصان. وركبنا الحصان وانت فوق ظهر الاحبه، ونزلنا من الحصان نريح عن نجيله من فوق ظهر الحصان. انا مش عارف الفنان اسمه ايه، يعني من فوق ظهر الحصان مايل على حبه، هو مايل عليه في فلوس تقريبا. تركب الحصان وتقعد تجري في البتاع، تأجر الموتوسيكلات الفيصل الصغيرة. تقعد تجري في البتاع. انا مره الوحيده اللي اجرت فيها الموتوسيكل ده، خدتها من عند الراجل، دورت ماشي، خبطت في باب العربيه، كسرت باب العربيه، رجعتها للراجل تاني قدامه رجعتها للراجل تاني. شكرا انا بضحك، مش عايز فلوس، انا مش عايز فلوس، مش هضيع وقت، انا لسه همشي. انا مش هدفع تاني فلوس، والله ما عايز فلوس، انا ماشي. احنا لسه هنتعور. لا انا بقى موتوسيكلات، يا ريت لو في موتوسيكل بدالين زي التوك توك كده اقول لك ماشي ده جربه، بس موتوسيكل عجله اقول لك اسوقها، بس موتوسيكل يا عم. انا في الموتوسيكلات الطبيعيه اصلا مسكت الموتوسيكل من الاستاذ، وماشي بالموتوسيكل وفي حته كده ولفه تحت كوبري عموما، فبلف من عند الكوبري، فلقيت ايه، انا معيش رخصه وبجرب بلعب بالموتوسيكل، فلقيت في كمين قدامي، فلفيت من عندي كمين، يعني ايه، تحس ان انا بشتغل مثلا جي تي اكس، اللي هي البي ميكس، العجله البي ميكس، واللي بيقعدوا يلفوا على الجناب بتاعها. ايوه كان في منزل بقى نازل، فانا لفيت عليها بقى الموتوسيكل وكده، وخدتها وركبتي جنب الارض. وكمين قدامك داخل بلف من تحت، وليا معديه هي وبناتها زي البطه هي وعيالها كده. انا قمت دايس الفرامل، ما اعرفش ان الفرامل اللي بتزحلق، فاتزحلقت. لا الموتوسيكل هي ما حصلهاش حاجه. انت كويس يعني ايه؟ اكيد انت كويس. انا كويس والموتوسيكل كويس. طيب والست مفيش اي حاجه فيها؟ طب لا عادي. بس الكمين ما توقعش ان انت كنت هربان من حاجه هربان من ايه؟ انا معيش رخصه اصلا. انا معيش رخصه، وانا محامي. ايوه انا معيش رخصه بتاعت الموتوسيكل بس، والواد مستنيني على القهوه، فانا بلف قدام القهوه بقى وحركن، لقيت الولايه دي طالعه، قمت بدي الفرامل، مش اتزحلقت قدام القهوه كلها، اتزحلقت في خط الشارع. وزي ما تتلخبط مثلا تيجي تدي فرامل، تلاقي نفسك بتدي بنزين بتاع الموتوسيكلات، لان برضه
هي بتيجي مع الممارسه ما الموتوسيكلات. هي دي الفكره، انت عايز ممارسه، زي اي سواقه بتبقى محتاجه اي ممارسه. سواقه في الدنيا محتاجه اه. ممارسه. انا بقول لك بقى دول بيسوقوا الحمير والحصنه والجمال واي حاجه بتتساق بهذه الفكره. ويقع برضه من كان زمان في فكره الملاهي. الملاهي. ملاهي في 2 كاتيجوري للملاهي. في ملاهي اللي هي مستقره وثابته دايما، نظيفه الحاجات النظيفه اللي بتدفع لها تذاكر نظيفه، دريم بارك وماجيك لاند وجيرو لاند والحاجات الجميله. تمام. والسندبات والحاجات اللي اتقفلت والحاجات اللي ماتت والحاجات اللي الله تمام. يرحمها والكلام دي الحاجات الثابته في مكانها. الحاجات الكبيره اللي بتبقى فيها معدات وفيها ستاف وفيها ايوه ناس. ايوه، وفي المولد او الحاجات الشعبي اللي تتنقل بقى كل الحاجات الشعبي المتنقله الجميله. تخش هناك تلاقي بائعه البومب وما ادراك بائعه البومب. بوكيه ورد ملفوف في دماغها، تحتوي على كميه حمار في خدودها، مش عارف ميك اب ايه ده، مش ميك اب، برتقال ده طماطم، ما تفهمش. حط طماطم، جابت بشر طوب وحطيته على وشها، الاحمرار رهيب. وضربه طبعا ورا بودره. البودره دي ده مش بودره، ده اسمنت ابيض ايوه، وبودره، وواقفه بتلعب الناس بومب. تعالى واحد صاحبي بومب بيحب عندنا. الناس بتاعت البومب دي. أيوة. انت بتعمل ايه يا معفن؟ هو كتك عنده ده. القرف يلعبتين الترجيع. ويروح يلعب بومب عشان يتفرج عليهم. يتفرج على ايه كتك القرف؟ عادي عادي بيحب. ما هو المولد او الشغل ده بيبقى انت بتخش مولد، انت حرفيا في المولد. لا ده مش مولد، ده عيد. اصل الموالد بقى حاجه تانية. هنتكلم الموالد دي، انا حضرت كام مولد وبحكي لك عليه في حلقات تانية. تمام. ده الموالد دي ليله ولا الف ليله وليله، وكل واحد ماسك له شيخه وشيخ. شيخ 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 شيخ. ده حوار كبير قوي 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 قوي. موالد، في موالد متحركه بتظهر في العيد وكلام من ده، وبتبقى موجوده على حسب الاربع مش موالد تعتبرها مدينه. هي الناس بتقول على العيد، تعالوا نروح العيد. انتوا تروحوا العيد. بيقول لك تعالوا نروح العيد. ايه العيد ده؟ موجود. انا فاكر كان في حد قال لي ان هو رايح حاجه زي كده، رايح العيد او كده. بيقول لك انا رايح العيد. ايه رايح العيد دي يا معلم؟ والعيد جالك؟ العيد جانا ايه؟ العيد جه لحد عندنا. العيد فرخه موسم الرياضه عاملين على الضيق كده عندنا. نشاط اجتماعي للشباب. وزي كل اخر حلقه احب اقول لك ان انت ممكن تسمعنا على جميع المنصات الصوتيه اللي بينزل عليها بتاع كاست. بتاع كاست اللي احنا بنعمله ده. وكل سنه وانت من اهله. سلاحف.